سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفي مالي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. مؤسسة الثروة السمكية تعمل على ضمان توفير الأسماك بأسعار مناسبة. دعوة لتعزيز الجهود المبذولة لغرس الثقافة والقيم في عدلقية. مديرية 4 أسمرة بالإقليم الأوسط تعلن خلوها من ختان الإناث. أمريكا تعلن حصار موانئ إيران والحرس الثوري يتوعد بدوامة قاتلة. غارة جوية تستهدف سوقا في نيجيريا ومخاوف من مقتل 200 مدني. أمريكا وأستراليا والفلبين تجري تدريبات مشتركة في بحر الصين الجنوبي. السلام عليكم ورحمة الله. أفاد فرع مؤسسة الثروة السمكية الإريترية في أسمرة إنه يواصل جهوده لضمان توفير الأسماك للمواطنين بجودة مضمونة وأسعار مناسبة. وأوضح مدير الفرع السيد يوسف جبر مريم أن المقر الرئيسي للمؤسسة يقع في أسمرة إلى جانب وجود فرع آخر في مصوع، مشيرا إلى أن المؤسسة تعمل على إيصال المنتجات السمكية عبر نقاط بيع قانونية ومنظمة وتتيح للمواطنين شراء الأسماك بأسعار عادلة وبجودة موثوقة. كما شدد على أهمية التزام المواطنين بالشراء من هذه النقاط المعتمدة، محذرا من التعامل مع بعض الباعة غير القانونيين الذين يعيدون بيع الأسماك بأسعار مرتفعة، مؤكدا أن المؤسسة تتعاون مع الجهات المختصة للحد من هذه الظاهرة. من جانبه أشار مسؤول فرع الثروة البحرية في الإقليم الأوسط السيد إيساو تكو إلى أن الأسماك المتوفرة في نقاط البيع القانونية تتمتع بضمان الجودة والأسعار المناسبة، داعيا المواطنين إلى الاستفادة منها بشكل صحيح. وأضاف أن الإقليم الأوسط يضم 85 موقعا صالحا للاستزراع السمكي، تم استغلال 68 منها حتى الآن، مؤكدا تحقيق نتائج إيجابية، حيث ارتفع الإنتاج في عام 2025 بنسبة 38% مقارنة بعام 2024. ودعا أعضاء المؤسسة المواطنين إلى توخي الحذر من شراء الأسماك من الأسواق غير المنظمة. أكد أعضاء مجلس الإقليم الجنوبي على تكثيف الجهود لغرس الثقافة والقيم في الأجيال الجديدة من خلال تعزيز التعاون في المهرجانات الدينية والاجتماعية. وأوضحوا أن التعاون والدعم المتوارثان عبر القرون جزء لا يتجزأ من هويتنا، وينبغي تعزيزهما من قبل الأسرة والمجتمع. وقال كل من السيد برهان ملس مسؤول العلاقات العامة في مديرية عدقيح وشاب ناصر أحمد دين إن الاحترام والتعايش هما الثقافة والقيم النبيلة التي شكلت هويتنا كشعب ويجب إبرازها أكثر. وأخيرا حثوا على الحد من التوسع المفرط والمتزايد في المناسبات الاجتماعية. أعلنت مديرية 4 أسمرة في الإقليم الأوسط خلوها من ختان الإناث تحت شعار فلنمنع الختان. وجاء هذا القرار نتيجة لحملات ومحاضرات نظمت بالتعاون مع وزارة العمل والضمان الاجتماعي ووزارة الصحة والاتحاد الوطني للمرأة. كما تم التذكير بضرورة تضافر الجهود والعمل المشترك للحفاظ على هذه الإنجازات وتجنب الانتكاسة وعودة هذه الظاهرة. وحثت مديرة المديرية سيدة الغانشتكو جميع السكان على العمل بجد للقضاء على الأضرار الناجمة عن الختان للأبد. وتجري أنشطة مماثلة في المديريات الأخرى. يجري العمل حاليا على توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الصحية للسكان في مديرية كركبة من خلال تنسيق جهود المجتمع والمؤسسات الحكومية. وأفاد الممرض تسفازجي يوهنس مسؤول الخدمات الصحية في المديرية لوكالة الأنباء الإريترية أنه تم إنشاء مركز صحي في أملايت ومستوصفات صحية في ضواحي همبول قجج وهمش دبة ولوكايب وأتاي وأجمايت. وأضاف أن الجهود جارية لتغطية المناطق النائية من خلال تنظيم حملات ونشر أطباء متجولين.
وقال الممرض تسفازجي إن الخدمات الصحية تشهد تحسنا في الجودة، لا سيما في رعاية ما قبل الولادة وما بعدها وتطعيم الأطفال وخدمات الأمومة. وأشار إلى أنه تم تهيئة الظروف المناسبة وأنه ينبغي معالجة مسألة سيارات الإسعاف. من جانبهم قال المستفيدون من هذه الخدمات إن جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم قد تحسنت بفضل الجهود المبذولة باستمرار. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. انتهت المفاوضات بين الجانبين الأمريكي والإيراني في إسلام آباد دون اتفاق، حيث غادر جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي العاصمة الباكستانية مشيرا إلى أن هذا الإخفاق سيء للإيرانيين أكثر من كونه سيئا للأمريكيين. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية فرض حصار بحري شامل على الموانئ الإيرانية بدءا من اليوم 13 من إبريل، في خطوة تمثل تصعيدا جديدا في مسار المواجهة الجارية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن بعد ساعات من تعثر المفاوضات أن البحرية الأمريكية ستبدأ على الفور في حصار مضيق هرمز، وستعترض في المياه الدولية أي سفينة دفعت رسوما لإيران. في المقابل حذر الحرس الثوري أعداء إيران من دوامة قاتلة في مضيق هرمز، وقالت بحرية الحرس إن العدو سيعلق في دوامة قاتلة في مضيق هرمز إذا أقدم على خطوة خاطئة. بدوره قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف إن طهران لن تخضع لأي تهديد، وليختبروا إرادتنا مرة أخرى لنلقنهم درسا أكبر، مضيفا إذا أراد الأمريكيون الحرب فسنحارب، وإذا تعاملوا بمنطق فسنتعامل معهم كذلك على حد تعبيره. قال عضو مجلس محلي وسكان في نيجيريا إن طائرات حربية نيجيرية قصفت سوقا في إحدى البلدات خلال ملاحقة مسلحين متشددين في شمال شرقي البلاد، ويخشى مقتل 200 مدني على الأقل خلال القصف، وفق ما أوردته وكالة رويترز. وقالت القوات الجوية النيجيرية إنها قتلت عناصر من جماعة بوكو حرام في منطقة جيلي بولاية بورنو، لكنها لم تشر إلى استهداف سوق في بيان أرسلته للوكالة. حدثت الواقعة في قرية بولاية يوبي على الحدود مع ولاية بورنو التي تنشط بها حركة تمرد مستمرة منذ فترة طويلة تسببت في مقتل الآلاف ونزوح الملايين. انضمت الولايات المتحدة واستراليا إلى الفلبين في ثاني تدريبات بحرية مشتركة لهما هذا العام في بحر الصين الجنوبي، وسط توترات مع الصين في الممر المائي المتنازع عليه. وقال الجيش الفلبيني إن التدريبات التي استمرت ل4 أيام من 9 إلى 12 من إبريل شهدت مشاركة سفن حربية وطائرات مقاتلة وطائرات مراقبة في سلسلة من العمليات المنسقة لتعزيز القدرات الدفاعية البحرية. ونشرت الفلبين طائراتها المقاتلة من طراز FA-50، بينما ساهمت استراليا بطائرات من طراز B-8A بوسيدون، وشاركت الولايات المتحدة بسفينة الإنزال آشلاند. وجاءت هذه التدريبات قبل افتتاح المناورات الحربية السنوية واسعة النطاق في 20 من إبريل بين مانيلا وواشنطن، والتي ستشمل لأول مرة اليابان كمشارك بشكل كامل بدلا من صفة مراقب إلى جانب أستراليا. انتقد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال زيارته بكين اختلال الميزان التجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي، داعيا ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى مزيد من الانفتاح والسماح بزيادة الواردات. ودعا سانشيز في كلمة ألقاها في جامعة تسينغوا الصين إلى مزيد من الانفتاح على التجارة الأوروبية، قائلا إن الاتحاد الأوروبي يقوم بدوره، ونحن بحاجة إلى أن تحذو الصين حذوه، عليها أن تنفتح حتى لا تضطر أوروبا إلى إغلاق أبوابها. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى الصين لمساعدتنا في تصحيح العجز التجاري الذي نعاني منه معها، وهو عجز غير متوازن وقد ازداد بنسبة 18% أخرى
العام الماضي، وهو عجز غير مستدام بالنسبة لمجتمعاتنا على المدى المتوسط والطويل على حد تعبيره. وتعد زيارة سانشيز إلى بكين الرابعة له إلى هذا البلد، وتأتي في إطار سعيه إلى جعل إسبانيا حلقة وصل بين الصين والاتحاد الأوروبي في ظل التوتر المصاحب للعلاقات الأوروبية الأمريكية، لا سيما في مجالي الرسوم الجمركية والسياسة الخارجية التي تتبعها إدارة دونالد ترامب. ختاما سيداتي وسادتي، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. مؤسسة الثروة السمكية تعمل على ضمان توفير الأسماك بأسعار مناسبة. دعوة لتعزيز الجهود المبذولة لغرس الثقافة والقيم في عدقية. مديرية 4 أسمرة بالإقليم الأوسط تعلن خلوها من ختان الإناث. أمريكا تعلن حصار موانئ إيران، والحرس الثوري يتوعد بدوامة قاتلة. غارة جوية تستهدف سوقا في نيجيريا، ومخاوف من مقتل 200 مدني. أمريكا وأستراليا والفلبين تجري تدريبات مشتركة في بحر الصين الجنوبي. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.